أنت ترفضين التطبيع؟ بالطبع. بالطبع. في قائمة مسؤولي الديان من أجل السلام في قسم كو بريزيدنت نجد اسم محرزية العبيدي هو الاسم الأول. ومن بين الرؤساء المشاركين الحاخام الإسرائيلي دافيد روزان. دافيد روزن هو إنجليزي أيضا. لحظة. في موقعه على الانترنت www.rabbidavidrozan.net يذكر السيد روزان بأنه خدم في الجيش الإسرائيلي في سيناء. هذا لم أكن أعرفه. عرفته. هل نبحث عن السلام مع من كان في خدمة الجيش الإسرائيلي في سيناء المحتلة؟ هذا كلامك صحيح، ولكن السيد روزن هو إنجليزي أيضا، وأنا عرفته في Religions for Peace كإنجليزي. ونحب نقول لك لو كنت عرفت هذه المعلومة كنت أول واحدة أنها تطلب أنه يخرج من مجلس. نضيف لك حاجة أخرى. السيد لوران كلاين اللي ألفت معاه كتاب أبراهام ريفاي توا إل سون ديفونو فو، وكثير من الكتب يتحدث عن الصهيونية. يقول الصهيونية حركة تحرر تندرج ضمن تيار تحرر الشعوب الذي ولد في أوروبا في القرن 19. لقد أرادت الصهيونية تحرير الشعب اليهودي من هيمنة سلطات أجنبية جعلت من حياته تبلغ حدا. الصهيونية يقول حركة تحرر. الصهيونية هي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر 75 شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. فين كتبوا أولا هنا لوران كلاين؟ فين كتب هذا؟ هذا مقال السيد لوران كلاين في موقع ريليجيون بور لا بي بتاريخ 17 ماي 2009. طيب سيدي الكريم، هذا مدير المدرسة اللي قراوا فيها أولادي، يعني في الحي متاعي. والكتب اللي كتبتها معاه هي كتب تربوية، وأنا فخورة إني كتبت كتاب قدر يدخل للمدارس الفرنسوية وتتواجه فيه الفكرة حول تعريف فلسطين، تعريف تاريخ فلسطين الإسلامي العربي. هو ما يسميهش فلسطين أصلا، يقول الأرض المقدسة. وواجهته الفكرة بالفكرة، فكان كتاب فيه مواجهة الفكرة بالفكرة، وهو تحدي أنا قبلته لأنه أبنائنا في فرنسا ما يعرفوش تاريخ فلسطين، وفي المدارس يدرسوهم جزء بركة من التاريخ. فأنا قبلت هذا التحدي أن أكتب وأنه أولادنا في المدارس الفرنسوية. معلومة أخيرة عن السيد لوران كلاين. السيد لوران كلاين بتاريخ 17 ماي 2009 في ذات هذا المقال يكتب يقول: في جانفي من هذه السنة أياما قليلة بعد نهاية مواجهات قطاع غزة الدموية قضى شبان إسرائيليون وفلسطينيون من القدس من اليهود والمسيحيين والمسلمين بضعة أيام بباريس لتبادل الحوار ومحاولة صياغة عمل مشترك بدعوة من شابتين فرنسيتين لما أزاب وفرح معيزة ابنة السيدة محرزية العبيد. فعلا، وهنا احنا استدعينا وقتها الشباب الفلسطيني وكانت مواجهة قوية. اي لا، احنا ما استدعيناش الاسرائيليين، احنا كانت بنتي فعلا استدعت هذا الشباب الفلسطيني وحضر في اللقاء، والشباب الاسرائيليين استدعوا جمعية اخرى. انت عضو في المنظمة هذه وهذا المقال من 2009. سيدي الكريم، يعني لم تطلعي عليه؟ لا اطلعت عليه ونعرف وحضرت معاهم، وكان الشباب ألا يعتبر هذا شكل من أشكال التطبيع؟ لا، ما هوش تطبيع سيدي الكريم. التحاور مع الإسرائيليين ليس تطبيعا؟ لا، هو تحاور معهم لإثبات الظلم متاعهم، لإثبات. والشباب الفلسطيني اللي جا غاديكا وخرجناه وبالبونية خرج، نعتبر بالسيف خرج وجاء وإلى تيموانيي قدام شباب عرب ومسلمين، وإنهم بعد ذلك بقت ابنتي على اتصال بهذا الشباب الفلسطيني، ولكن كان نوعا أيضا من رفع التعتيم على القضية الفلسطينية. ثم ناس وقتها تناضل على فلسطين بالقعاد في القهوة. أنا تعرف كيفاش كنت نناضل على فلسطين؟ إنه نمشي للمدارس ونواجه الفكرة بالفكرة. يقول لي فكرته السيد لوران كلاين وأنا قدام الشباب ونقول له لا مش صحيح، هذه فلسطين. يقولوا معناتها كان يتحدث عن تحرير القدس وكنت أتحدث عن احتلال القدس، كان يتحدث عن إسرائيل فأتحدث عن فلسطين، فكان نوعا من رفع التعتيم عن القضية الفلسطينية. أنا أتحمل مسؤوليتي في ذلك، بل أكثر من ذلك. وقلت لك الناس كانت تتناظر في القهاوي. لا سيدي، أنا كنت من مدرسة القهاوي. لا هذا فيه نوع من التعميم والتبسيط. ثم ناس تدافع عن القضية الفلسطينية بطرق أخرى غير مد اليد إلى الإسرائيليين. وأنا دافعت عنها بالكتابة. السيد لوران كلاين ليس إسرائيليا، لست من أنصار حمل السلاح، ولكن اسأل الفلسطينيين أنفسهم. ثم طرق أخرى غير أن نستضيف الإسرائيليين ونؤلف معهم كتب. أنا أتعامل مع الفلسطينيين
وأنا على تواصل دائما مع الفلسطينيين، وهم حقيقة في ذلك اللي حتى مجهودي في الكتابة هم يترجمونها ويستعملونها. وأنا أتحدى شكون آخر أنه كتب في كتاب مثل هذا ودخل المدارس الفرنسوية وقرأ به أولادنا وعرفي من هي فلسطين، تاريخ فلسطين، عاصمتها القدس، أنه سيدنا إبراهيم هو أيضا أول المسلمين.